المختومة ولا المحجوبة ولا المغلوقة، معروفة في مناطق الشرق ولا الجنوب الجزائري. كل منطقة وعادتها، كاين اللي يديروها محاجب كاري، كاين اللي يحبوها مدوره. تبعوا الاخير وشوفوني كيفاش نحضرها، وما تنساوش تحتفظوا بالوصفه وبارطاجيوها. اول حاجه نبدا بها، سبقت بالعجين باش نخليه يريح، وراني دائما نشاركو معكم في اي وصفه تاع عجين درته لكم في الشخشوخه تاع الفطير في المحاجب. المهم جبت سميد رطب مع الملح وطميت بالماء دافي، دلكتها مليح مليح، وكي نشوفها مخصوصه ما نزيدها غير بشويه حتى نتحصلوا على اون بات تكون ليس ويكونوا فيها مبابل. نغطيها ونخليها تريح، والوقت اللي تريح فيه لابات نوجد لافاغس تاع المختومه تاعي. في منطقتنا في مدوكا نقولوا له الدواء. قطعت حبيبات بصل رقيق، ما نحبش نرحيه على خاطر يطلق المراره، مع حبيبات الطوماطيش تاني قطعتهم، الفلفل الحار العادي يجرى فيها زيت، درت البصل اللي كنت قطعته وحطيته يدبل فوق النار، بعدها نضيف له طوماطيش مع الفلفل الحار. كي يتقلاو ندير لهم الملح، فلفل الحار، راس الحانوت ولا طوماط كونسونطري. كاين اللي يزيد لها الشحمه، بصح حنا في الدار واحد ما يحبها. خليتها تكتك فوق النار ميم با 5 دقائق ولا فاغس تاعي راهي واجده. العجينه بعد ما ريحت درتها لوزات يكونوا متوسطين. يا ماما هي اللي دارتها لنا، بدات تلوح فيها، جابت لوزه فتحتها بالزيت ولحتها فوق طاجين لازم يكون سخون، بعدها قلبت الفطيره، جابت الدواء ولا الحشو، عمرت الطبقه الاولى، زادت فتحت لوزه واحده اخرى ودارتها فوقها، زادت رشت عليها الزيت، قلبتها وزادت دارت الدواء من فوق، ودارت لوزه واحده اخرى مفتوحه. كاين اللي يدير شحال من طبقه وكاين اللي يدير غير 2 طبقات، وخلاتها طابت وحمارت بالطبع. وهكذا المختومه تاعنا راهي واجده، جات مورقه بزاف بنينه. وانتم قولوا لي اسكو ديروها في اي منطقه، وقولوا لي تاني اذا نتوما تيم محاجب ولا مختومه. وما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه.